شغلة الكرياتيف انه حضرتك عاوز تعمل حاجة معينة او عاوز بمعنى ادق تقول حاجة معينة باسلوب يجذب الناس. مفيش مشكلة، حقك، ربنا اداك مواهب كتيرة جدا مش من ضمنها القدرة الابداعية، فانت بتطلب منه يعمل لك ده. فعشان كده حضرتك بتجيبه وبتديله مقابل مادي عشان هو يقول الكلام اللي انت عاوز تقوله. يعني حضرتك لازم يكون عندك حاجة عايز تقولها، رسالة عاوز توصلها عشان هو يعرف يشتغل عليها. لكن عامة الكرياتيف هو مش عاوز يعمل اعلان لمقرمشات بالذرة، ولا عاوز يبيع سائل تنظيف الصحون بالتركيبة الثلاثية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الخير او يا صباح الخير على حضراتكم جميعا. يوم جديد وبداية اسبوع جديدة مع بودكاست كولاج، البودكاست اللي بنناقش فيه موضوعات متعلقة بالفن وبالابداع في مختلف المجالات، بنشارك تجارب وبنتأمل ظواهر وبنتذوق مع بعض كل ما هو ابداعي وكل ما هو جميل. اتمنى انه اليوم النهاردة كان يبقى تمام، بما انه الحلقة نازلة دلوقتي الساعة 8، والساعة 8 ليه؟ ده بناء على بعض مقترحات حضراتكم والتي عززت يعني بالستاتستكس بتاعة يوتيوب. هو في النهاية وضح لي انه ده اكتر رش اور او اكتر وقت فيه ازدحام، وانا في النهاية يعني زي ما قلت لكم قبل كده انا بجرب، يعني بنشوف مع بعض والله ممكن يكون الى اي مدى ده مؤثر، الى اي مدى ممكن يبقى معاد افضل من معاد. انا مدرك في النهاية انه حضراتكم ممكن تكونوا بتسمعوا في الوقت اللي يناسبكم حتى لو الحلقة نزلت في وقت تاني. يعني انا كتير من حضراتكم وضح لي انه هو بيسمع وهو في الشغل او لما وقته بيبقى سامح، فمش شرط خالص انه الحلقة تبقى بتنزل في معاد محدد، ولكن يمكن ده بيبقى مرتبط اكتر بان هي توصل لحضراتكم او ان انتوا تعرفوا انه في حلقة نزلت. ندخل في موضوع حلقتنا. خلوني في البداية أوضح حاجة مهمة، ودي موجهة للناس اللي بتتحسس شوية لما حد يتكلم عن طبيعة مجال عمله أو يبقى عنده بعض المشاكل فيبدأ يذكرها أو يتشاركها مع الناس. ويعني الواحد بيبقى حاسس إنه البعض يعني انتوا شغلتكم بس هي اللي فيها الحاجة الفلانية دي. لا، مش شغلتنا بس، هي كل مهنة في الدنيا ليها شكل التعاملات الخاص بيها وليها أعرفها، وبالتالي فليها برضو طبيعة المشاكل الخاصة بيها. هي هتلاقي مثلا مشاكل أو مواقف معينة بيمر بيها المهندس، مواقف تانية بيمر بيها الدكتور، مواقف تالتة بيمر بيها المدرس، وكذلك يعني الأمر يسري على باقي المهن. الفترة الأخيرة بقى بالذات ومع مرور ما يقترب من 7 سنين من بداية شغلي، بدأت أنتبه نقدر نقول باترن أو ترتيبة معينة، قوالب متكررة لمشاكل أنا شخصيا بعاني منها. ولما بدأت أركز وانتبه ليها أكتر وبدأت أسأل المحيطين بيا، يعني اكتشفت إني مش لوحدي، وإنه المواقف أو المشاكل دي تستحق الانتباه وتستحق إننا نوضحها أو نبرزها ونتكلم عنها أكتر. والسبب ورا ده إنه إحنا ما عندناش نوعية المحتوى أو نوعية حتى الكتب اللي بتناقش نفسية المبدع والتحديات والمواقف اللي قد تكون مزعجة وهو بيمر بيها ومش عارف أسبابها إيه، أو عارف حتى كيفية التعامل معاها بالشكل الأمثل. والنهاردة بالتحديد الجزء أو الشخص اللي أنا هبقى موجه له كلامي يعني في المجموعة اللي بتشتغل في الشغلانة دي هو الكرياتيف. يعني حابب إن احنا نرصد معاناته النهاردة، وده يوصلنا لسؤال مهم، ايش معنى؟ ويوصلنا لسؤال تاني، وده قد يكون للبعض من حضراتكم اللي ممكن ما يبقاش عنده نقدر نقول خلفية كافية او ما عندوش سابق معرفة بطبيعة شغلانة الكرياتيف او حتى مصطلح انه الشخص ده بيشتغل كرياتيف.
فالكرياتيف باختصار للي ما يعرفش هو العقل المفكر، بمعنى ان هو الشخص اللي الحدوتة كلها بتبدأ عنده. قد يكون تحت مسمى كرياتيف، وقد يكون تحت مسمى كوبي رايتر، سكرين رايتر، فورمات كرياتور، كلها مسميات لنفس الموضوع وهو الكرياتيف. ده شخص الأداة الرئيسية بتاعته بتكون مخه. يجي حد يقول له والله على سبيل المثال احنا عاوزين اعلان، حد تاني يقول له احنا معانا ممثل او ممثلة فلانية وعاوزين نعمل بيهم فورمات برنامج، حد تالت يجي يقول له عاوزين نعمل فكرة فيلم او مسلسل بلاتفورم مثلا لفلان او فلانة. فزي ما قلنا هو ده الشخص اللي الموضوع بيبدأ عنده، ثم ينطلق بقى لباقي الاقسام واللي بتبدأ ان هي تبني شغلها على الافكار او المعالجات اللي هو ممكن يكون طالع بيها. كل الاطراف اللي بتشتغل على شغله او بتشتغل بعديه بيكون عندهم في الغالب ادوات ملموسة يقدروا ان هم يعملوا شغلهم بيها. يمكن شوية نقدر ان احنا بدرجة ما نستثني بتوع المزيكا، لانهم برضو طبيعة عملهم فيها نوع من انواع السباحة في الفراغ عشان يبدأوا يطلعوا من الفراغ ده بأنغام بتجسد صورة معينة. لكن ما نقدرش برضو ان احنا نقول انه الموسيقي شخص بيفكر زي ما بيقولوا كده from scratch او بيفكر من الصفر. هو في النهاية برضو الموسيقي ده بيجيله حد بحدوتة مكتوبة يقول له انا عاوز مود معين جسدها لي موسيقيا، اعمل لي معادل سمعي ليها. توضيح مهم، كل الكلام ده انا مقصودش تماما ان مجهود باقي الاطراف اقل اطلاقا. في النهاية مهما كانت الفكرة عظيمة، مهما كان النص عظيم، مهما كان الاعلان مكتوب بشكل حرفي عالي جدا، بشكل ابداعي عالي جدا، الكلام ده كله لو ما تمش تنفيذه من خلال فريق متمكن مش هيطلع بشكل كويس. وياما شفنا افكار ضعيفة او كانت حتى متوسطة في جودتها، ولكن اسلوب وطريقة تنفيذها وداها في حتة تانية خالص على رأي الشيف نادية السيد. يعني ده نقدر اننا نلمسه في اعمال كتيرة جدا. لكن المقصود من الكلام انه الكرياتيف يكاد يكون بيفكر من العدم، يكاد يكون بيفكر من الولا حاجة، يخلق بقى هو الحدوتة او الاغنية ويخلق الجو العام ويبني تصور اولي للموضوع، وتيجي باقي الاطراف تبني من النقطة اللي هو وقف عندها. وبالتالي فالكرياتيف بكرر مرة تانية انه اداته الوحيدة دماغه. وبما ان الدماغ دي عبارة عن كتلة كده من الدهون ماشية فيها اشارات كهربية عصبية، يبقى ده يخلينا ندرك حاجة، انه الموضوع حساس الى حد كبير، ولازم نكون حريصين على عدم تلف الخلايا دي عشان تفضل تشتغل. وهنا يحضرني مقولة احمد مكي على لسان شخصية الكبير من فيلم طير انت، انه الكبير لازم يتظبط عشان يعرف يظبطك. فالكبير او الدماغ دي محتاجة تتظبط عشان في النهاية هي دي اللي بتدر عائد او بتجيب راس مال، سواء بقى للمنتج، سواء للايجنسي، سواء للعميل الدايركت اللي جاي عاوز اعلان. وفي نفس هذا السياق برضو تحضرني جملة الفنانة سمال خشاب من فيلم حين ميسرة لما قالت لغادة عبد الرازق في سياق يفضل عدم الاشارة ليه، يعني ان انتوا ما عندكوش غير مخي اللي تطمعوا فيه. ومن هنا خلونا ننطلق في حلقتنا وخلونا ننطلق في موضوعنا من بودكاست كولاج، واللي عنوانها المبدئي يعني ان شاء الله ما نغيروش، حاجات ما تعملهاش مع الكرياتيف، ما بين قوسين ان انت ما عندكش اخوات مبدعين. اول مشكلة وهي واحدة من اكتر المشاكل المزعجة اللي بيتعرض ليها المبدع، انه يكون قاعد في امان الله كده، والله بقى راكب مواصلات، قاعد في الميكروباص، سايق عربيته وبيسمع نجوم اف ام، واقف بعد الصلاة بيشتري خضار من عند رجب الخضري، ويلاقي حد بدون مقدمات بيكلمه يقول له يا ريس ايه الاخبار، بقول لك ايه عاوزين افكار، ولا في سياق ولا اي حاجه، هو احنا عاوزين افكار، هو ده اللي هو قاله. يعني قد يكون اللي بيقول كده ده منتج،
قد يكون صاحب شركة وحد طالب منه يعني ان هو يعمل اعلان، قد يكون اكاونت مانجر، قد يكون عميل هو نفسه اللي مكلمك عشان يعمل اعلان لمنتجه. المشكلة مش في الطلب نفسه، في النهاية الشخص المبدع ده هو شخص شغلانته انه هو يطلع لحضرتك بافكار، فهو مش بيمن عليك، ولكن هو في ادبيات كده انه انت تطلب ده. ونقدر نقول كده ان هي مشكلة سياق او اطار العملية دي بتحصل فيه. خلونا نكون اوضح. المشكلة بحس انها بتكون في عدم فهم طبيعة دماغ المبدع ده بتشتغل ازاي. هو بطلبه الشخص اللي بيطلب يعني على الجهة الاخرى، هو بطلبه اللي ملوش اي ملامح، ده ممكن يعني يبقى مش عارف هل هو مدرك ولا لا طلبه ده بيعمل ايه في دماغ اللي قدامه. انا افهم طبيعي مثلا انه انت تكلمني انا قاعد في المكتب، خالد عاوزين الفايل الازرق، فانا هطلع الفايل الازرق ده فعل اني انا هقوم من على مكتبي اشد الفايل الازرق من على الرف واجيبه لك. افهم مثلا انه انا اكلم والدتي او اكلم زوجتي انا عاوز القميص الابيض عشان اغسله، تمام، او عاوز اكويه، تمام، هي دلوقتي هتجيب حاجة تقوم شدها. فعل اقصد عامة فعل بسيط، فعل ما المتطلبات الذهنية فيه يعني بسيطة جدا، وبالتالي مش محتاج ان انا يعني امهد لك قبلها بشوية ان انا هكلمك تجيب لي الملف الازرق، الموضوع بسيط. لكن نفس بقى الموضوع ده مختلف شوية مع الكرياتيف، لانك مش مدرك لطبيعة الخطوات اللي بتحصل جوه مخه عشان يطلع بالفكرة دي. اللي حضرتك بتعمله ده انه انت تقوم رافع السماعة او تبعت او يعني تقول بدون سياق معين انه انا عاوز فكرة. ده بالظبط كأن انت جبت مقاتل معاه بندقية ووقفته في نص الكتيبة كده وبتبص كده بتأمل وسكينة قوي لساري العلم، وعمال تتجول في السماء وتقول له ما تضرب لنا طلقتين. ده بالظبط اللي انت بتعمله. يعني انت بتديله اللي هو ايه، كنترول ايه، سيلكت اول، عاوزين فكرة. والله العظيم يعني انا عشان بس يعني بيحصل انه البعض ممكن يبقى شايف انه لا هو ما بيحصلش كده. انا لسه قبل ويعني اثناء تسجيل الحلقة انا وقفت عشان ارد على تليفون كده الساعة 2 بالليل يعني بالمناسبة. فده امر متكرر وهو مش مرتبط بطبيعة عملاء من الفئة الاقل احترافية، مش عايز اقول من الفئة سي يعني، بس الفئة الاقل احترافية. لا، انت احيانا بتتعامل مع شركات كبيرة وتلاقي انه لا الموضوع عندهم مش شرط انه يكون على هذا القدر من التنظيم اللي حضرتك فاكره او اللي في دماغك. فده طبيعي، واقسم بالله العظيم ده بيحصل زي ما هو كده. يعني نرجع للمثال تاني، انه انت موقف الجندي او الضابط او المقاتل ده ايا ما كانت رتبته يعني في وسط الميدان وبتقول له اضرب. فهو احتمالية ان هو يضرب هدف انت مش عاوزه دي احتمالية عالية جدا، لانه في النهاية حضرتك ما قلتلوش اضرب ايه. احتمالية ان انت تطلب منه مرة تانية ان هو يعيد الضربة دي عشان تيجي على مزاجك، فده بالظبط اللي انت بتعمله مع الكرياتيف. انت مش عارف انت عايز ايه بالظبط، فبتبدأ ان انت تطلب منه طلب غير محدد، فاحتمالية انه يفضل يعيد في الطلب ده بتبقى عالية شوية. طيب يا سيدي، ايه بقى طبيعة الخطوات او طبيعة العملية الذهنية اللي هو بيمر بيها عشان يعني جنابه او فخامته يعني يطلع لنا بالموضوع ده؟ طيب ده ممكن يوصلنا لتعريف كده، او يعني خلينا نروح نتشعب كده على جنب على الهامش اللي بيقرأ عامة تلاقي دايما في الكتب كده تلاقي في كلمة عليها رقم، والرقم ده موجود تحت الهوامش كده بيدي لك تعريف نبذة عن البتاع. فده الاسلوب اللي انا بالنسبة لي بيبقى افضل شوية بقدر افكر بيه. فالهامش الاول اللي احنا ممكن يعني نروح له وهو تعريف هو مين الشخص المبدع ده عامة كده، بصرف نظر عن التايتل بتاعه. الشخص المبدع ده هو بيعمل ايه؟ الشخص المبدع هو شخص عنده القدرة انه يدخل في حالة معينة تخليه يبدأ يعمل ربط ما بين معطيات من اماكن مختلفة كده، اللي هي المفروض حاجات حضرتك قلتها له، قد تكون بقى اسم المنتج، قد يكون اسم ابطال الفيلم، ويبدأ انه ياخد المعطيات دي ويبدأ يعمل كونكشنز او تربيطات ما بينها والمعلومات السابقة اللي عنده، بجانب ان هو بيبدأ يعمل شوية
واجب كده او هومورك بتاعه انه يبدأ يذاكر شوية، فيبدأ يضرب الحاجات دي كلها في الخلاط ويطلع لك بمنتج إبداعي في قدر من التفرد وقدر من التميز، والمفترض يعني ان هو يطلع لك بحاجة ما اتعملتش قبل كده في الموضوع ده يعني لو ربنا اراد ونفخ في صورته وقدر انه يلاقي حاجة ما اتعملتش قبل كده للمنتج ده او للبطل ده او اي مكان. اعتقد من الطريقة يعني اللي انا بوضح بيها كده انه او من يعني مضمون الكلام انه دي عملية بتتطلب قدر كبير جدا من الصفاء الذهني، ودي مش حاجة سهلة انه في حد يوصل لها بسهولة. وعشان كده مع الاسف الشديد البعض بيضطر ساعتها انه يعني، ودي مش حاجة بنصح بيها، هي ملاش دعوة يعني دي كلها اساليب هروب وحجج. احيانا بيضطر البعض انه يبدأ يدخن، احيانا بيضطر البعض انه يبدأ يشرب قهوة بكميات كبيرة، البعض للاسف الشديد بيبدأ يشرب مخدرات، خمور، كل ده بهدف حاجة واحدة بس، ان هو يبقى فيه الحالة الذهنية اللي هتخليه يقدر يكون صافي وقادر انه يعني يقوم بالعملية دي، واللي طبيعتها فيها اقتراب كبير جدا لمفهوم الخلق. طيب يا سيدي، انا فهمت انه طبيعة السيد المبدع طبيعة مختلفة، يعني اعمل ايه؟ يعني اجيب له شوكولاتة عشان يشتغل؟ وانا بكلمكم دلوقتي افتكرت كنت بروديوسر على حاجة في وقت من الاوقات، وكان معي حد من وقتها ما كنتش انا الكرييتيف يعني بتاع الموضوع، كنت بروديوس بس. فهو كان بيحب نوع سيجار معين هو بيستمتع بيه، هو بيحبه ان هو لو هياخد مثلا بريك يقعد يشرب حاجة ويدخن السيجار ده. احيانا عشان كنت عارف انه احنا في وقت معين في ضغط معين وتسليم حاجة في التوقيت ده، كنت بجيب له السيجار ده معايا وانا جاي وعلى حسابي. ليه؟ لانه في النهاية انا عاوز ان هو يبقى رايق، عاوز ان هو يبقى في حالة كويسة. وده برضو بيجي من ان انت تبقى قاري الشخص الكرييتيف ده معاك، وتكون فاهم كويس جدا طبيعته هو الشخصية وطبيعته المرتبطة بمهنته بتكون عاملة ازاي، واللي ما بتبقاش واحدة في الكل. وبالتالي تقدر ان انت بناء على ادراكك وخبرتك دي تبدأ ان انت تختار الوقت المناسب، تمهد له قبلها بوقت كافي، تكلمه اكتر عن الحاجة اللي انت عاوزه يطلع فكرة عنها. ممكن تعمل له اجتماع، في ناس بتحب كده، ممكن تنزلوا، هو بيحب يقعد على القهوة، ممكن تنزلوا تاخدوا حجرين مع بعض. تحضرني هنا قصة يعني حاجة او كان مسلسل مبني على قصة حقيقية، اللي هو مسلسل The Offer، اللي كان بيحكي عن بروديوسر فيلم The Godfather، واللي كان بيبدأ ساعتها رحلته في الانتاج عامة، وكان بيحكي ازاي المنتج ده كان بيتعامل مع ماريو بوتسو او ماريو بوزو على حسب يعني النطق الانجليش او الايطالي، ولو غلط يا ريت حد يصحح لي. وبيحكي انه ازاي جابهم ماريو بوزو وفرانسيس فورد كوبولا اللي هو المخرج بتاع The Godfather، وجابهم ووداهم في فيلا وقعدهم كانوا رايقين، وملالهم التلاجة مشروبات وحلويات وحاجات عشان بس يدخلوا في الحالة دي. بص كل الامثلة عشان بس يدخلوا في الحالة اللي تطلع لك عمل بعظمة وقدر The Godfather، واللي لحد يومنا هذا ولحد ما حضرتك بتسمع الحلقة او حضرتك هيفضل انه يدر دخل ويجيب فلوس للناس دي كلها. تحضرني برضو شخصية الاستاذ حسن حسني رحمة الله عليه في الفيلم بتاع ليلة سقوط بغداد، لما عاز من احمد عيد انه يعمل لهم سلاح ردع للاعداء يعني، فروق عليه وجوزه وقعدوا في حتة لوحده، وجاب له اغاني ام كلثوم، وجاب له شريط فيه تجميع لانجازات مصر في اخر فترة عشان بس يدخلوا في الحالة الذهنية دي. ايا ما كان، انت كل اللي مطلوب منك ان انت تكون فاهم كل الكلام اللي انا قلته ده كويس، وبالتالي تختار الوقت المناسب، تمهد له قبلها، تكلمه اكتر عن الحاجة، يعني تعمل له يعني قعدة لطيفة، تبقى انت قاري البني ادم اللي قدامك بحيث انه يكون مهيأ وجاهز انه يشتغل على الحاجة دي. دي اول نقطة. النقطة التانية بقى هي برضو بتبقى بنت عم الاولانية دي. احيانا يعني الكرييتيف بيتغاضى عن الحالة المهينة اللي هو دخل فيها بسبب طلبك
معدوم السياق ده، وبيبدأ انه هو يقول طيب ماشي ربنا يتوب علينا من الخدمة في البيوت والشغل عند الناس ويحاول انه يكون محترم ويسأل حضرتك، يسأل فخامتك طيب تمام يا مان فهمني اكتر عن المطلوب، انتوا عايزين ايه بالظبط، مين الكلاينت ده، طب ابعت لي بيج، طب ابعت لي حاجة، طب انتوا التون بتاعتكوا عاوزينها ايه، طب انتوا عاوزين ايه، طب انتوا عاوزين مثلا جنجل، عاوزين حاجة كوميدي بشكل معين، طب انت في ريفرنس مثلا انت بتحبه يعني ممكن تبعتهولي برضو افهم دماغك اكتر. طب يا سيدي بلاش ده كله، البادجت بتاعتنا رايحة في اي سكة، بحيث ان انا الفكرة ما بقاش انا عامل لك فكرة مثلا في 7 قارات وانت في النهاية عايز فكرة 1 لوكيشن، يعني برضو بادجتك ايه، تجيب سيلبرتي، كل الاسئلة دي هو بيحاول انه يسأل على قد ما يقدر. كل الاسئلة دي الهدف منها شيء واحد، انه يعني يتغاضى عن الاساءة اللي حضرتك عملتها له وياكل عيش. يعني احنا كلنا الفترة دي بالذات ومن زمان ولحد دلوقتي احنا عايزين ناكل عيش، حتى لو الشغلانة دي هو مش هيقول ان هو اللي عملها، بس يعني هو اولى بفلوسها. المثال الامثل بالنسبة لي او المثال الافضل والادق بالنسبة لي للرد اللي بيحصل ده، للرد اللي هو بيرده اللي لسه هنقوله، يعني نفس مثال المقاتل، هو واقف مثلا على مدفع وبيكلمك على اللاسلكي، يعني بيسألك طب الاحداثيات ايه يا فندم عشان اضرب. فتخيل كده لو انت كقائد مدفعية تيجي تقول له نقلنا هدف حلو كده واضربه. مفيش حاجة اسمها اضرب لنا هدف حلو، يعني هو في النهاية الشخص نفسه هو مش عايز يضرب حاجة، انت عايزه يضرب، فعايزه يضرب لسبب فوضح له. ودي بالظبط بتبقى الردود اللي بتيجي، يعني مثلا تلاقي الردود من الشخص اللي بيتكلم ده عاوزين حاجة حلوة كده، عاوزين فكرة بياعة، ورينا دماغك. ايه ورينا دماغك دي؟ احترم نفسك، ادينا كذا اوبشن وانا اختار وانا شغال عند اهلك كده يعني. وهنا معلش ده يعني برضو هيخلينا نتطرق لهامش تاني مهم جدا، وهو هامش تأسيسي ضروري انه حضرتك كشخص بيطلب ريكويستس مش منطقية تكون فاهم. شغلة الكرياتيف انه حضرتك عاوز تعمل حاجة معينة، او عاوز بمعنى ادق تقول حاجة معينة باسلوب يجذب الناس. مفيش مشكلة، حقك، ربنا اداك مواهب كتيرة جدا مش من ضمنها القدرة الابداعية، فانت بتطلب منه يعمل لك ده، فعشان كده حضرتك بتجيبه وبتديله مقابل مادي عشان هو يقول الكلام اللي انت عاوز تقوله. يعني حضرتك لازم يكون عندك حاجة عايز تقولها، رسالة عاوز توصلها عشان هو يعرف يشتغل عليها. لكن عامة الكرياتيف هو مش عاوز يعمل اعلان لمقرمشات بالذرة، ولا عاوز يبيع سائل تنظيف الصحون بالتركيبة الثلاثية، هو مش مهتم، فانت محتاج تخليه يبقى مهتم. طبعا ممكن يبقى في حد معدي كده هو بيسمع في النص فاستوقفته كام جملة اللي فاتوا دول، فيقول حاجة ساذجة انه يا خالد تمام، طب ما هو في حاجة اسمها كرياتيف بريف. دي الحاد، يعني كلمة كرياتيف بريف دي ممكن لو انت شتمت الشخص باهله ما تبقى وقعها عليه افضل من ان انت تطلب منه كرياتيف بريف، لان هو في الغالب يعني، ودي فئة عمالة تنتشر وعمالة تزيد، الناس اللي مش عارفة يعني ايه كرياتيف بريف. اغلب الناس دلوقتي بتقول الكلام ده بقيقي، وانا كنت في الاول بعمل يعني نبقى في الميتنج فابدا اطلب طب تمام ماشي انا بس كنت محتاج كرياتيف بريف. عايز اقولك انا مره اتبعت لي اللي هو الكتالوج بتاع الامن الصناعي بتاع المنتج، المواصفات الكيميائيه للمواد المستخدمه في المنتج. والله العظيم كيس تانية بتلاقي شخص مثلا يبعت لك كتالوج، ايوه انا هعمل ايه بالكتالوج؟ حد تاني ممكن يبعت لك المنتج نفسه ده بجد، يعني هو يبعت لك المنتج وانت عيش، انت اخلق له انت بقى ميزة تنافسية واخلق له بوزيشننج او حاجة معينة ودوس، وانا ما عنديش اعتراض. يعني اللي بالنسبة لحضرتك يا اللي معدي يعني، فلا دي طلبات محرمة، صعب ان انت يعني تطلبها، ولو طلبتها هيجيلك ردود مش هتحبها خالص وهتضيع وقتك اكتر، فالافضل انك ما تطلبهاش. وكل الكلام ده هو اعمالا لمثل بدائي جدا يعني بيعتمدوا الصنايعي المصري من وقت ما كانوا بيشطبوا الاهرامات: سلمني نضيف اسلمك نضيف، ولا ضيع وقتك ولا تضيع وقتي. في بقى مشكلة تالتة
وهي انا بحب اسميها مشكلة النموذج الشخص اللي بيتبع نظرية، مش عارف تعرفوها ولا لا، ممكن تكونوا بتمارسوها، اللي هي نظرية انتوا فاتحين لحد الساعة كام. عارف لما تبقى ماشي في الدقي في شهر 7، كنت بتخلص ورق، كان عندك ملحق، كنت لسه مخلص امتحان حاجة كده، وبعدين الدنيا حر جدا وانت لسه ساكن مثلا في امبابة، فتعدي على مخبز الجهاد تجيب باتيهية بالشوكولاتة، وتعدي الناحية التانية عند فرغلي كده تجيب لك كوباية قصب ساقعة وجميلة، وتقوم داخل التوحيد والنور عشان مكيف، وتطلع لقسم الادوات الرياضية وتقعد بقى تشحطط معاك الشاب اللي واقف في القسم ده، وتقعد بقى تقيس كل التيشيرتات وتجرب في كل الضنابل او تسأله على كل الاسئلة وتعمل كل حاجة، والولد مش فاهم فيه. يعني هو الولد اصلا تهمته كلها انه اللي خليته في المكان ده ان هو كان حافظ 6 اجزاء في القرآن، فاشتغل في التوحيد والنور. ويبدأ انت اسئلتك تبدأ تدخل في مرحلة معينة، وانت عينك كده بتخطفها تلاقي الدنيا بتغيم، فانت خلاص مضطر تروح، فتبدأ تدخل انت بقى في ايه، اسئلة تعجيزية مش من ضمنها خالص اللي هو انتوا ممكن انتوا فاتحين الساعة كام، تبدأ تسألوا له، او تبدأ تدخل بقى اسئله زي طب انتوا عندكم مثلا تيشيرت الحاج ضيوف 2002، طب عندكم تيشيرت ميدو الاحتياطي في روما. عارفين بواخت الشخص اللي انا بحكي لكم حدوته ده، هو ده بالظبط. ده عميل، وهو في الغالب شخص ولا هو عاوز شغل ولا هو عاوز حاجة، وده بيبقى في الغالب اب بيصحي ولاده يوم الجمعة الساعة 7 الصبح عشان يقعدوا، تطلعوا من الصلاة من هنا وهو يفضل نايم لحد المغرب. طب انت بترازي فيها ليه دلوقتي؟ فده بيبقى اب الصبح بالطريقة دي، وبالليل بيبقى عميل بيفوق عليك، هو لازم هو يفوق عليكم انتوا الاتنين. وهنا هحب احكي لكم حكاية، ودي حصلت معايا يعني من فترة مش طويلة قوي قبل ما اتجوز. كان فاضل لي كام شهر على الجواز، ولقيت حد out of nowhere. فده كان عميل سعودي، واللي كان بيتواصل معايا من طرفه هو واحد المفروض ان هو افتراضيا كده هو ماركتنج مانجر، وكان مصري. وهنا نصيحة برضو على الهامش، اي شغلانة تجيلك من السعودية او الامارات عن طريق واحد مصري ما تقبلهاش، نقطة، وما ترجعش ورايا. طيب الشركة دي بتعمل ايه؟ تعمل حلي وفضيات ونحاس ومباخر واكسسوارات وحاجات كده، مش مشغولات يعني. طيب ايه المطلوب؟ انتوا ايه بالظبط اللي حضراتكم عاوزينه؟ والله احنا عاوزين نعمل اعلان وهنصوره في مصر. حاولت افهم طبعا منه اكتر، وسألته نفس الاسئلة اللي هي بتتسأل فوق دي، طب الدايركشن، طب الحاجات دي كلها. وبعدين هو عمل حاجة يعني غدارة لا اتمناها لألد اعدائي. وقتها كان نازل اعلان جديد لكنتاكي، وبعدين هو في نص الكلام بعتهولي قال لي بص ده ريفرنس للي احنا عاوزينه. انا فجأة الدنيا لمعت في عيني، وزي ما بيقولوا كده تهللت اساريري، وقلت خلاص هي لعبت معاك يا ابو خالد، وبدل ما الجواز كان هياخد لسه لحد الوقت الفلاني، انا خلاص هخلص الاعلان ده من هنا وهحجز القاعة خلاص. فبدأت اشتغل وقعدت اسهر على الكونسبتس والحاجات دي، واذاكر كويس وتعمل بقى الهوم ورك بتاعك. انت لما بيجي لك كلاينت من بلد تانية بتبدأ تذاكر الكالتشر بتاعته اكتر وحاجات كده يعني. فطلعت له ب2 كونسبت او مفهومين او فكرتين يعني. جه بعدها تسلم ايدك وبتاع، بس احنا عاوزين حاجة كاجوال اكتر، عاوزين حاجة حميمية اكتر. تمام اوكي ماشي يعني نعملها. المهم روحت كنت مذاكر الموضوع، تاني حاجة او تاني فكرتين يعني ما خدوش نفس الوقت الكتير. وبعدين بدون سبب عادي انا كنت عامل الافكار ان هي في وان لوكيشن، يعني انا كنت كاتب الافكار ان هي هتبقى متصورة في مكان واحد. طالما انت جات في دماغك فكرة لطيفة تقدر تعملها في مكان واحد، فمش هتستفيد اي حاجة ان انت تكلف الكلاينت يعني. فلقيته بقى فويس نوت كده، لا 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 دول فخمين زيادة عن اللزوم، وهم كلهم يعتبروا يعني هم وان لوكيشن، وتقدر تقول ان هم لقطات جمالية او شوية بيوتي شوتس مش اكتر يعني. طيب اوكي ماشي، انا مش شايف ان دول فخمين ولا حاجة. طيب فهمني اكتر يعني، حضرتك او حضراتكم او الشخص اللي بياخد القرار ده، فاني انتوا في دماغكم ايه عشان ولا اضيع وقتكم ولا تضيعوا وقتي يعني. فيعني هو رد عليا رد انا زي ما قلت لكم كده لا اتمناه لألد اعدائي. كان ردوا عليا لا اصل احنا عاوزين حاجة البادجت بتاعتها ما تزيدش عن 5000
ريال. وقتها كان لسه الريال ب5 جنيه. انا قعدت افكر مع نفسي، لقيت بصراحة وبأمانة شديدة وحرصا على العلاقات الدبلوماسية، يعني انا لحد النهاردة ما ردتش عليه، وهو في الحقيقة ولا سألني ولا بعت علامات استفهام ولا اي حاجة. لو انتوا شايفين انه النموذج ده متعب، ففي بقى نموذج تاني اكثر ارهاقا واكثر اتعابا واكثر ازعاجا واكثر كل افعال التفضيل السلبية اللي في الدنيا، وهو العميل محب الثقوب السوداء او صاحب طاقية الإخفاء. بص هقولك على حاجة، عارف انت البنت اللي هي تبقى انت بتكلمها والدنيا جميلة وهي عجباك وانت عاجبها، وبعدين تخرجوا كله تمام، فجأة بدون مقدمات تبعت لها فتبدأ ان هي تمارس عليك هوايتها في الجوستنج. والجوستنج هو الاختفاء، يعني هو المصطلح المحني اللي اطلقوا ناس انا معرفهمش، جماعة كده سرية بتقرر ان هي تطلق مسميات أجنبية على حاجات عادية جدا في مصر. يعني مثلا بيعمل الشخص اللي بيختفي مرة ده اسمه واحد ناقص عادي، بس هو بقى بيعمل جوستنج، فتمام. فهي بقى تمارس هوايتها في الجوستنج عليك. خلاص انت ممكن تبقى في الأول يعني والحمد لله لسه ما تعلقتش بيها ولا حاجة، وتجدها بدون مقدمات بعد شهر ظهرالك وانت يجيلك خليط مشاعر، ايه ده انت فين، رحتي فين، الكلام ده كله. مش هتصدق اللي حصل لي، انا عديت بحاجات بجد ما حبش ان حد يعدي بيها، وحسيت مشاعر ما حبش ان حد يحس بيها ومش عارفه ايه. وانت طبعا زي الكلاون تسمع كلامها وتروح تقول لها طب ايه، طيب نتقابل، هستناك ماكل مساحه يوم الثلاث الساعه 5. فانت تروح ماكل مساحه زي الكلاون وتفضل قاعد فوق جنب الشباك والناس عمالة تعدي عليك وانت هي فين، ما هي مش موجودة. فانت تمشي تكلمها ما بتردش، فتمام. دي بقى بتكبر شوية بعد ما بتخلص مراهقتها، يعني تكبر كده وتتخرج وتشتغل، وبعد كده بتبقى كلاينت تعمل ايه بالظبط؟ هي ككلاينت بتعمل بالظبط نفس اللي هي كانت بتعمله في حياتها وهي اصغر، ولكن بدل ما هي بتمارسه على سامح الكلاون بتطلعوا علينا احنا بقى اللي بنشتغل الشغلانه دي. تلاقي النموذج ده بيكلمك، وبعدين انا عندي قناعة كده انه احنا مفيش حد فينا جامد قوي، يعني ماشي كلنا ماشي، حد بيجتهد، حد شاطر، حد بيعمل حاجة تمام. فتلاقي النموذج ده بيكلمك وهو متحمس جدا للشغل معاك، ولا كأنك طارق نور الجديد، ويلا وبسرعة، طب عاوزين نشتغل، طب نقعد، طب ايه. دايما بتلاقي فيه اسئلة كده وجودية، اللي هو طب ايه، طب ما يلا، طب ميتنج، طب ميعادك، طب ظروفك، طب نتقابل احسن. فتتقابلوا وهي او هو يكونوا فرحانين ومنبهرين جدا. طيب الحمد لله، يعني ده بس برضو دي مجرد افكار اولية، وان شاء الله يعني نذاكر ونشتغل على الموضوع، وباذن الله نطلع بحاجات احلى. يعني تقعد تشتغل وتطلع الحاجات الاحلى دي، تبعت لها برضو او تبعت له، هو طاير يلا بينا يلا بينا. ودايما دايما دايما بيبقى عنده سؤال، ايه الخطوة اللي بعد كده؟ تقول له خلاص انا هشتغل الحاجة دي وهبعتها لك، ولو هي اوكي اديني كونفيرميشن وتمام، نبدأ بقى نشوف لو هنصور هنعمل بتاع. المهم تسلموا الحاجة برضو يبدي اعجاب مبالغ فيه. ميتنج امتى؟ ان شاء الله يوم كذا الساعة كذا. ماشي انا موافق مفيش مشكلة. فجأة يختفي، استاذ فلان انا موجود، انا ان شاء الله على ميعادنا، احنا الميتنج الساعة كذا يا فندم، حضرتك متواجد. تكلمه ما بيردش. وفي ميزة هنا، في ميزة في الشغلانة دي بتاعتنا مش موجودة، او في شغلانة الاعلام والاتصال عامة هي مش موجودة في اي شغلانة، انه انت لو حد عمل معاك حاجة في الغالب في احتمالية 60% ان انت لو كتبت اسمه في جوجل هيطلع لك، ودي حاجة لطيفة. كنت مرة شغال في مكان وبعدين واحد عمل حركة يعني مش كويسة، كان راجل ملياردير يعني، فانا كنت عايز اعرف طب احنا حل الموضوع ده هيبقى ايه. فدورت على جوجل فلقيت ان هو نصب على التلفزيون المصري في $1,000,000، فانا استعوضت ربنا في $5,000 بتوعي، يعني خلاص مش اوكي، يعني هو نصب على التلفزيون المصري في مليار. فما انا لو كلمته عشان $5,000 بتوعي ممكن يشتمني شتمه مش كويس.
زي ما بقولكوا كده بيختفي تماما، انت تدور على جوجل حتى ما تلاقيهوش، ولا هو اتقبض عليه ولا انتقد حاجة ولا عمل، ما مش موجود، ملوش اثر. وفجأة برضو بدون مقدمات تلاقيه بيكلمك، يا خالد ازيك وانت فين والدنيا. فانت هنا بتبقى مش عايز ترد عليه، وبعدين بتصيبك حالة بقى هي نفس حالة سامح الكلاون كده، ان انت طب هل ارد اصلا؟ هل ده صح ان انا ارد، ولا مثلا انزل ستوري لما الاهتمام يجي لك في الوقت الغلط؟ ماذا لو عاد معتذرا؟ وبصراحة انا كنت فاكر، يعني انا كنت دايما بقعد اقول لنفسي انه ده اكيد بيحصل لك عشان انت لسه شاب صغير ولسه في مقتبل حياتك. اكيد لما تبقى استاذ كبير ما فيش حد هيجرؤ ان هو يعمل معاك حاجة زي دي. لحد ما افتكرت لقاء كان في منتصف 2020 على ما اتذكر، كان الاستاذ وحيد حامد والاستاذ وائل الابراشي رحمة الله عليهما، يعني كانوا في لقاء على التلفزيون المصري، وكان بعد مسلسل البرنس بتاع محمد رمضان او البرنس. كان وقتها في شائعات وحوارات انه هيبقى في مسلسل الامبراطور اللي هو بيحكي قصة حياة احمد زكي، وانه اللي ما بين قوسين تم ترشيحه انه يكتب السيناريو بتاع الموضوع ده هو الاستاذ وحيد حامد. وانا شخصيا اول ما عرفت الخبر ده كنت طاير. فبعد كده بعد 2-3 طلع الاستاذ وحيد حامد قال انه بالفعل الشركة قعدت معاه، وهو قعد مع بطل العمل، يعني المفترض ان هو يبقى بطل العمل. وبعد كده هو بيقول بعد ما انا بدأت شغل على المعالجة يعني بتاعة الموضوع، ما حدش حاولت اتواصل معاهم، ولحد النهاردة ما حدش فيهم رد عليا. ولقيت خبر نازل في التلفزيون وفي الصحافة انه الاستاذ بشير الديك هو اللي هيكتب الموضوع ده. فاذا كان الاستاذ وحيد حامد رحمة الله عليه كان بيحصل معاه كده، فتمام، يعني ده ممكن يعني اكيد يحصل لي، يعني لان انا اقل قدرا بكتير يعني من الاستاذ وحيد رحمة الله عليه. وعلى فكرة الاستاذ وحيد هو بس مجرد تجسيد لاساتذة كتيرة بيحصل معاهم الحركة الحقيرة او الحركة الوضيعة. انا ممكن ابقى بهزر في الموضوع دلوقتي، ولكن لا، كتير من السادة الاساتذة بيحصل معاهم الحركة دي، والناس حتى ما بتكلفش خاطرها انها ترفع سماعة التليفون او تتواصل وتقول للشخص ده الاستاذ ده انه حضرتك معلش احنا غيرنا وجهة نظرنا، مش هنعمل الاعلان ده، مش هنعمل البرنامج ده، مش هنعمل الفيلم ده. هما بيبقى عندهم تصور كده ضمني انه والله لو انا ما كلمتكش لمدة 2 يبقى في الغالب الشغلانة فكست يعني. والحقيقة انه المشاكل اللي احنا ذكرناها وهي مجرد امثلة والقائمة تمتد، ولكن حقيقي انه سلسلة المواقف المزعجة والحاجات اللي بلاش تعملها مع حد كرييتيف تمتد، وسلسلة طويلة جدا. اعتقد في تصوري ان هي تصلح كمادة خام او نواة اولية كده لكتاب، لانه فعلا احنا عندنا تعطش في الماركت لنوعية الكتب دي اللي بتبقى موجودة بره باللغة الانجليزية اكتر، وبتبقى بتكلم المبدعين زي وور اوف ارت ورايترز جيرني والكتب اللي بتتكلم عن الرايترز بلوك، او يعني البلوك بتاعت الكاتب، او منع او عدم قدرة الكاتب ان هو يكتب. يعني في حاجات كتيرة موجودة بره، ولكن للأسف احنا مش بنتطرق ليها. فبمشيئة الله لو انتوا تحبوا انه احنا نبقى نعمل حاجات زي دي اكتر، ممكن تقولولي في الكومنتس. وهذا ما تيسر لنا قوله النهاردة. اتمنى انه الحلقة تكون عجبت حضراتكم، ولو عجبتكم فياريت تعملوا لها شير مع اصدقائكم او زمايلكم او الناس المحيطة بيكم اللي مهتمين بالموضوع. ياريت تدعمونا بلايك، لانه انا بقدر جدا الناس اللي ربنا يبارك لهم، وشكرا جزيلا 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 اللي حتى بياخد من وقته، حتى ممكن ما يعرفنيش ولاقيه بيبعت برايفت مسج بيقول كلام طيب جدا، او بيسأل سؤال، او حد يجيب رقمي ويكلمني. دي بالنسبة لي حاجة يعني تشرفني وتبسطني. ولكن في مشكلة صغيرة، انه المنصات الرقمية عامة سواء يوتيوب او المنصات السمعية في المجمل هي مش بتفهم غير انه والله لو المحتوى ده كويس فحضرتك محتاج تقول ان هو كويس بلغة يفهمها او تفهمها خوارزميات المنصة.
يعني حضرتك محتاج تدوس لايك، محتاج تدوس شير، محتاج تعمل فولو او سبسكرايب ايا مكان المنصة اللي حضرتك بتسمع فيها. هو بيرجع لي بعد كده احصاءات يقول لي والله انت الناس حبت المنتج بتاعك بالدرجة الفلانية وفي نسبة كذا اللي داسوا وبتاع وحاجات زي كده. لو عندكم آراء، عندكم مقترحات، حاجات ممكن تخلي المنتج بتاعنا زي ما قلنا كده على رأي الأستاذة نادية السيد، يعني حاجات تخلينا نروح في حتة تانية، فياريت ما تحرمونيش منها. يعني رأيكم يهمني جدا، ولو هي عجباكم فخلاص ظبطونا بقى، وانتظروني بإذن الله يوم الحد القادم، مش بقى العصر ولكن بالليل. وتاني برضو لو انتوا عندكم وجهة نظر تانية في الميعاد ده ممكن تقولولي في الكومنتس، واستنونا ان شاء الله وحلقة جديدة من بودكاست كولاج. سلام عليكم.